السلام عليكم، مرحبا بكم معايا متتبعي شهوات سوريا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جاو عندي الضياف وراني فرحانه بزاف بواحد اليوتيوبرز اللي هو معروف. الاسم ديالو محمد. متشرف. كي داير السي محمد؟ لا بس الحمد لاباس لله. عليك؟ بخير؟ شكرا على الضيافه ديالك. بارك الله فيك، كلشي شكرا كان لك مزيان. نتايا، شكرا لك. الله الحمد لله يحفظك، شكرا. وان شاء الله مره اخرى تعاود تزورنا ان شاء الله. ان شاء الله الله. يعطينا انا نجي. مرحبا على الراس هادشي والعين. واش ما كان حتى شي واحد اللي يرفضهم. ياك. بارك الله فيك يا سيدي، تستاهل كل خير. تستاهل الجنه. يلا السلام عليكم يا الغزالات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف شاهدتوا معايا اليوتيوبرز محمد ابن الصديقه ديالي جاو عندي وفرحت بيهم وجدت لهم هاد الشهوات اللي غادي كلهم نشاركهم معكم باذن الله. وغادي نبدي باول شهوه، هي هذه لا طارت كلاصي، غزاله وزوينه وعجبتهم بزاف. هذه اللي غادي نحتاجو او المكونات في هذا البسكوي. عندنا 3 البيضات حراره المطبخ، رشه الملح، عندي حوالي 40 غرام ديال بودره اللوز اللي طحنته بالقشره ديالو، طحنته مزيان، 30 غرام ديال السكر ثقيل وسكر كلاصي، و20 غرام حتى ل 30 غرام ديال الكوكو اللي خديته وطحنته، و30 غرام ديال الدقيق ورشه الملح. خليكم معايا في طريقه التحضير. غادي ندير هذا البيض، ناخذ الاناء، غادي ندير البيض يتخفق مزيان. صفار البيض غادي نحتفظوا به، نديروا به شي وصفه اخرى. ماما مالك؟ نقصر هذيك البيضة اللي باقية. انت بغيت ديرها؟ واه ها واه هذه يلا اجي دير لها هكا، يلا اجي. يلا في الساعه راهي اليوم حداك وبغى يخدم معايا، دير لها هكا. راهي لا لكن غير بشويه هكا صافي. قاشي الا دار لنا داك الصفر ديال البيض ودناه لا راه ما غاديش تطلع لنا البياض نتاع البيض، ما غاديش يطلع لنا. دابا غادي نخفق هذا بياض البيض اللي راه عندي، تحت منه دائما واحد كاسرونه فيها الماء يكون غليان، غادي نخفقها مع رشه الملح حتى كتبدي ترغوى لنا مزيان، وغادي نضيف لها السكر الثقيل. وريان في هذا الاثناء غادي نعطيلو. انا ما نخدم. انت بغيت تخدم، غادي نعطيلو يخلط لي هاد المكونات الجافه. دير هاد السكر كلاصي هنايا، دير هاد السكر كلاصي هنايا كبو هكا، الله يحفظكم ديرو هكا، ديرو هكا. غادي نضيف له هاد بودره اللوز مع هاد البسكوي. هاد الحبيبات ما خاصهمش يبقاو. بسكوي عفوا نواد كوكو او الكوكو راني طحنته، كذلك هاد بودره اللوز حتى هي مطحونه. يلا خلط هاد النواشف. نسينا الدقيق غادي نغربلو 30 غرام ديال الدقيق. تو بحالو هكذا صافي عرفت. يلا. دابا انا غادي نخفق هاد بياض البيض ونرجع لكم باش نكملوا باقي المقادير. من بعد ما تخفق لي بياض البيض ضفت له معلقه ديال السكر سنيده باش يتخفق لي على شكل موغانك، او نضيفوا له معلقه ديال السكر كلاصي بداك اللي كان عندنا، يعني نقسموا سكر كلاصي. انا كنت عواله نقسمو، غير دوخني ريان. صايي من بعد غادي نضيف له داك النواشف اللي هما عندنا اللوز والكوك والدقيق بالتدريج بمهل، نحاولوا نقسموه على 3 المراحل ونحركوا حركه دائريه من تحت للفوق باش ما كطيحناش المورانك ديالنا. هاد البسكوي تاكواز كيجي معلك وزوين بزاف وناجح من اول تجربه صراحه. استعملته في عده وصفات كان سبق لي، وحضرت معكم واحد طورطه ديال
بزاف ديال لي طارت اللي درت بسكوي سافوا، بسكوي داكواز، عوض الجينواز اللي عاديه. هادو كتبقى فيهم نكهات ديال اللوز، كاين اللي كيكون فيه بحال هذا فيه اللوز والكوك، كيجيو لداخل معلكين، ومن الفوق كتعطينا واحد القرمشه زوينه. ولا بغينا عاد ندخلوه للفران نرشو عليه واحد معلقه ديال سكر كلاصي من الفوق، وكيجينا معلك من الوسط ومن الفوق مقرمش. يعني هاد القاعده ديال هاد لا طارت او طارت كلاصي، القاعده ديالها هي هذه، كتكون زوينه وغزاله وناجحه. يتبعوا المقادير مضبوطه وغادي تصدق لكم باذن الله. واللي مهم انها المورانغ هي اللي خاصها تطلع في الاول، والمقادير باينه والطريقه باينه. والفران ما خاصوش يكون بارد وما خاصوش يكون سخون بزاف، غادي يكون يعني متوسط في الحراره. انا صراحه عندي الفران ديال الغاز، ما غاديش نقدر نقول لكم يعني ديال الضوء شحال غادي تكون درجه الحراره، ولكن مده الطهي كتبقى 10 دقائق حتى 15 دقيقه. دابا كندوزو للمرحله الثانيه اللي عندي فيها زوج صفارد البيض. غادي نضيف لهم زوج المعالق ديال النشا او دقيق الذره، جوج معالق ديال السكر حبيبات او السكر سنيده، كاس الحليب، غادي نخلطهم مزيان ونخليهم فوق، نرجعهم فوق الكاسرونه فوق النار مهيله مع التحريك المستمر حتى كتعقد ليا هاد كريمه الحلواني. غادي نرجعها فوق النار حتى كتعقد لي ونضيف لها معلقه ديال الزبده. من بعد ما عقدت لي ضفت لها معلقه ديال الزبده. دابا كنحركها الا بغيتوا هاد الكريمه الحلواني تجيكم خفيفه غادي ديروا معلقه حتى ديال النشا حتى معلقه ونص. الا بغيتوها تجيكم عاقده ديروا جوج معالق كيف درت انا. صافي من بعد ما دخلت فيها الزبده غادي نكبها في هذا الاناء. وغادي نغطيها بهذا البلاستيك الغذائي وندخلها للثلاجه كتبرد. وهذا البلاستيك الغذائي غادي نبسط هذا البلاستيك نلصقو مع الكريمه باش ما تكوليش القشره، باش ما دير لياش واحد القشره من الفوق. الفكره راها واضحه، الصوره كتعبر نيشان على الفكره. هكذا دابا ندوزو للمرحله الثالثه واللي هي الاخيره. الكريمه راه عندي بارده في الثلاجه، كريمه الحلواني. بسكوي ها هو حتى هو خرجته من الفران. دابا غادي ندوزو لهاد المرحله ديال الشونتي بودره. انا خديت بودره، ممكن تستعملوا لا كريم فريش سائله. استعملت هاد الساشيه تاع البودر مع هاد الكاس ديال الحليب اللي عندي في الثلاجه. غادي نخليهم حتى كيضاعف الحجم ديالهم مزيان. كنضيف لهم 3 ديال المربعات ديال الجبن، ممكن اي جبن عندنا في الدار نستعملوه. وغادي نضيف لهم في الاخير هذا الفريز اللي غادي نقطعو مكعبات. هيا الشونتي ديالي وجدت طلعت، ضفت لها داك الجبن مثلثات. غادي نضيف واحد القطرات ديال الملون غذائي. يستحسن الا كان عندنا داك ديال البودر حسن باش يعطينا هذا اللون جميل. انا غادي نضيف داك القطع ديال الفراوله. خديت السيرو غليته، دابا غادي نخليه حتى يبرد. كان عليا نديرو هو الاول، نسيتو حتى يبرد لي. وغادي نسقي ديال البسكوي والكريمه اللي خفقت درت لها الملون، ضفت لها الفريز. دابا غادي نخليها في الثلاجه
وغادي من بعد نخلطها مع الكريمات الحلواني. تبعوا معايا مرحله بمرحله. نحضروا هاد لي طارت او هاد الوصفات ديال الفريز، بما انه وقت الفريز نستغلوه وكيعجب الدراري. دابا ما بقى ليا الا المونتاج. غادي نحط هذاك البسكوي في سيركل، حيدت له الكاغط الورق الطهي. دابا غادي نسقيه مزيان بالسيرو حتى كيتفزق مليح مليح. خليه على جانب. كريمه الحلواني بارده، كريمه الشونتيي بارده، باش نمزجهم بزوج بيهم. كريمه الحلواني رجعت لي بحال الفلون، انا تعمدت نديرها ثقيله باش تقساح. ما بغيتش الكريمه تكون عندي يعني كريميه، انا بغيتها تكون من ندخلها المجمد تبقى كلاصي. واحد النكهه رائعه زوينه بزاف ديال الفريز، مذاق الفريز زوينه بزاف. الا ما بغيتوش ديروا الفريز تعوضوها باناناس اللي كان عندنا. صاي دابا ما بقى لي الا نبيتها في المجمد ليله كامله. والكلاصاج غادي نديروه مع بالفريز. خليكم مع الطريقه. هنا خديت الكاسرونه درت فيها الفريز على حساب واحد 8 د الحبات. باقي السيرو اللي يبقى ليا من اللي سقيت به البسكوي ضفتو ليهم. وغادي نضيف واحد المعلقه ديال السكر ونضيف شويه ديال الماء. انا داك السيرو غير فقط بقى لي ما بغيتش نرميه، ضفتو لهاد الفريز. وعندي 3 الورقات جيلاتين. غادي نخلي الفريز حتى كيغلى بحال على هاد الشكل. وغادي نضيف له داك الجيلاتين من بعد ما رطبته في الماء نعصرو. كنضيف الجيلاتين والفريز يكون عاد سخون باش يذوب. وغادي نمزجهم بشي بخلاط. ضفت لهم حتى الملون باش يعطينا واحد اللون زوين، ملون غذائي احمر. طحنته مزيان وغادي نخليه حتى كيبرد لي واحد شويه. الكولي د الفريز هو هذا، خليته برد واحد شويه. دابا كنكبو فوق لاطارت ديالي اللي كانت ديجا في المجمد، وغادي نرجعها المجمد تبات ليله كامله. ومن بعد تزيين حسب الرغبه. انا اكتفيت انني ندير هاد 3 ديال الطبقات. نقدروا نزوقوها من الفوق بالفريز او بالشونتيي اللي كان عندنا متوفر في البيت. من بعد الطرطه ديالي ما بردت ليله كامله في المجمد. دابا غادي نحيد لها السيركل، غادي نحيدو لها بشويه، راها شاده راسها. نحاولوا هاد النوع ديال لي طارت الباردين دائما نحضرهم في الليل باش في النهار يعني يباتوا ليله كامله في المجمد، ما يمشيش المجهود والعذاب باطل. ورايا تعمد انه يبان يبغى يبين لكم راسو. استعملت الشونتي اللي كانت بقات لي، كنت احتفظت بها واحد شويه، درتها على شكل وريضات. تزيين جدا بسيط. وزوقتها بالفريز. ممكن التزيين حسب الرغبه، كل واحد يدير داكشي اللي بغى. وهذه هي الطرطه ديالي اللي حضرتها معكم اليوم. نتمنى تعجبكم ويعجبكم حتى الفيديو. وانا فرحانه جدا بالضيوف ديالي اليوم، ونتمنى الزياره تتكرر. وما ننساش نقول لكم اللي اول مره كيزورني القناه ديالي يشترك ويخلي لي تعليق ولايك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. والطرطه ديالي ها هي الشكل النهائي ديالها، هي هذا هو هذا. دابا غادي نخليها في الثلاجه او في المجمد حتى يجيو الضياف ديالي. ونتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها وتخليو لي تعليق انكم جربتوها. ما ننساش نقول لكم دخلوا القناه ديال محمد حتى هو ابوناو عنده، حتى هو ناجحه وكيدير لي فلوق زوينين بزاف. غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديال محمد في صندوق الوصف. بقى لي الا نقول لكم تبقاو على خير الى فيديو قادم ان شاء الله. كنتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
شكر خاص لمحمد والعائلة ديالو وليكم انتم المتتبعين ديالي. شكرا.